السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا لما نزلنا تحليل لماتشات الزمالك وطبعا في ماتش المصري الاخير وكده، لما اتكلمنا كان في بعض الاعتراضات على التقييمات شوية وفي ناس كانت بتقول ان انا ظلمت شحاتة وكده. ففي برضو بعض من جمهور الاهلي زعل ان يعني مفيش اهلي ليه زمالك بس. فانا قررت النهارده يعني هحلل مباراة الاهلي وسموحة في الدوري في الجولة السابعة. الماتش ده كان متأجل تمام. النهارده الاهلي كسب 2-0. الف مبروك لجمهور الاهلي، جمهور كبير. اللقطة دي انا مش يعني اللي هعرضها دلوقتي، دي اللقطة دي انا مش حابب اشوفها خالص، لان جوه النادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم. ما ينفعش عشان فريقك اتعثر ماتش ماتشين 3 ماتشات 100 ماتش، فريقك اللعيبه متخاذله عادي مفيش مشكله. انما المنظر ده مش حلو، ان انت تبقى رايح الماتش النهارده. الاثنين اجازه رسميه بمناسبه عيد الاقباط، كل سنه طبعا وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. تمام. الماتش النهارده الاثنين اجازه رسميه، فبالتالي ان انت يعني والماتش الساعه 4، الجو النهارده مش ساقعه، الجو كويس جدا تمام. فمفيش اي سبب يمنعك ان انت ما تروحش ماتش الاهلي. انت مش رايح ماتش الاهلي عشان الاهلي، انت مش رايح ماتش الاهلي عشان اللعيبه، انت رايح ماتش الاهلي عشان الاهلي وتاريخه. لما حد بيقول لكم انتوا جمهور مناسبات بتزعلوا، لما جمهور نادي الزمالك يقول لك انت جمهور مناسبات بتزعل من الكلمه دي. لا، انت كده بتثبت لجمهور نادي الزمالك واي جمهور في افريقيا او الوطن العربي عامه، بتثبت ان انت جمهور مناسبات، مش عشان اتاثرت ماتشين 3 100. اللعيبه بتاعتك متخاذله، الاداره مش راضيه تجيب لك صفقات. مش معنى كده ان انت ما تروحش الاستاد. لا 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 لا، انت رايح للاهلي، انت رايح لتاريخ الاهلي، انت مش رايح للعيبه الاهلي. لا لا لا، انت رايح لتاريخ الاهلي وحبك للاهلي. تمام. دي الرساله اللي انا كنت حابب اوجهها لجمهور الاهلي. بس انتوا جمهور كبير، ما ينفعش ان انت ماتش زي ده تمام، ماتش الدوري، انت النهارده اهو خدت 3 بونت، انت اتصدرت فرق نقطه عن نادي الزمالك تمام، فرقت نقطه عنك. فانت المفروض الماتش ده مهم، مش ما ينفعش العدد اللي احنا كنا شايفينه في المدرجات ده، ما يعني والنهارده اجازه رسميه زي ما قلنا وبتاع، يعني لازم الكل يكون حاضر. بس بدأ النهارده مارسيل كولر بخطه 3-4-3. لعب في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، اشرف داري، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، حسين الشحات، وقدامهم وسام ابو علي. طبعا النهارده الماتش بدأ في اول 15 دقيقة كده، يعني كان ايه، في يعني ضغط من الطرفين، من طرف النادي الاهلي وطرف النادي سموحة. بس من بعد الدقيقة 15 النادي الاهلي سيطر على مجريات المباراة تماما، مفيش سموحة خالص. الاهلي مسك كورة، الاهلي في الدقيقة 26 في جملة حلوة قوي اتعملت تمام، وجه الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق وسام ابو علي. بس كان في فاول واضح على وسام ابو علي، انه زق مدافع سموحه. فطبعا الحكم نادر امر الدوله اتجه للفار ولغى الهدف، لان الهدف فاول واضح تماما على وسام ابو علي، هو طالع زق الراجل بتاع سموحه تمام. في الدقيقه 33 سلامات ليحيى عطيه الله، اصابه قويه قوي في الوش. التحم معاه ابو بكر نيازي، نط معاه خبطه بدماغه، دماغ في دماغ، فوشه اتعور وكده. وفي اخبار من قناه اون سبورت يعني قالت ان يحيى عطيه الله ودوه المستشفى عشان كان النزيف مش راضي يقف خالص وكده. طلع يحيى عطيه الله ونزل كريم الدبيس. كريم الدبيس النهارده عمل واحد من افضل ماتشاته، ماتش من ماتشات اولمبياد اللي فاتت، اولمبياد باريس اللي فاتت، ماتش زيها بالظبط. لعب ماتش حلو قوي النهارده، عمل اسيست في الدقيقه 45 في الوقت البدل ضايع، عمل اسيست جميل قوي لمحمد مجدي قفشه المحترم الخلوق تمام. جاب جون جميل قوي محمد مجدي قفشه، وطبعا احتفل باحتفالته الشهيره بتاعت سي. بس نزل الشوط الثاني في الدقيقه 48 الله اعلم تبديل اضطراري ولا تبديل سوء مستواه او كده، اشرف داري خرج، نزل مكانه كوكا برضو يعني مش عارف، كوكا كان كويس دلوقتي بقى وحش يعني مش عارف تمام. في الدقيقه 50 نزل عمرو نزل اسمه ايه ده، اتسجل الهدف الثاني
عن طريق امام عاشور بثرو حلوه قوي قوي من حسين الشحات. حسين الشحات بقاله كتير قوي ما عملش ثرو كويس زي ده. عمل ثرو كويس لامام عاشور، وامام عاشور راوغ الحارس مراوغه جميله جدا وحط جول. تمام. بس ما كانش فيه اي حاجه، اي كوره خطيره من سموحه جت في العارضه. قائم الشناوي الشمال، وبعدين قائم الشناوي اليمين، كورتين ورا بعض في العارضه لسموحه. وفي الدقيقه 75 نزل عمرو السوليه. تمام. وخرج محمد مجدي قفشه اللي عمل ماتش كويس بصراحه. وغريبه قوي ان يعني لجنه الانديه تدي جايزه رجل المباراه لامام عاشور. المفروض قفشه اللي ياخدها. قفشه كان النهارده عامل ماتش كويس دفاعيا وهجوميا. تمام. بس برضو ما فيش يعني دايما جايزه رجل المباراه بتتاخد بطريقه غريبه. يعني مش عارف هما بيحكموا على اللاعب من ايه؟ ايه اللي بيتحكم على اللاعب منه؟ جري ولا باصات صح ولا ايه؟ طب لو امام عاشور النهارده، امام عاشور باصي بدقه 60 65% باين، فيعني مش ما ياخدش رجل المباراه. تمام. مراوغ 4 تمريرات صحيحه منهم الهدف. راوغ الحارس منهم 4 مراوغات صحيحه، منهم مراوغه للحارس. ماشي جاب جون، طب ما اعرفش جاب جون. تمام. طبعا راجل المباراه دي انا ما بعتبرهاش جايزه يعني بصراحه، لان هي بتديها للي بيعمل لقطه كويسه، لقطه تضحك، لقطه تطلع ترند كده. ده رايي الشخصي، والله اعلم انتم متفقين معايا ولا لا. تمام. بس فالماتش انتهى 2-0 للنادي الاهلي. نخش بقى على فقره التقييمات. تمام. محمد الشناوي هديله 7/10 لانه كان كويس. تمام. لان هو يعني ما اختبرش، حتى الاختبار جت في العارضه، يعني هو ما اختبرش في شوطين من محمود صابر. الولد ده كويس قوي يا جماعه، الولد ده لعيب جامد قوي. محمود صابر اللي رايح اعاره من بيراميدز لسموحه ده، خساره في سموحه. محمود صابر ده لعيب قوي. يحيى عطية الله هنديله 5 لان هو اتبدل في الدقيقه 33، فمش يعني ما لعبش ماتش كامل. تمام. رامي ربيعه النهارده كان كويس 7/10. ياسر 7/10. اشرف داري ده اللي مش داري بالملعب خالص. اشرف داري ده يعني من الواضح كده مقلب جديد للاهلي. تمام. هو اشرف داري كان كويس وكل حاجه مع الوداد وكده، بس هو من الواضح ان اشرف داري مقلب. تمام. النهارده اشرف داري مش داري خالص بالملعب، يعني قاعد تايه. اديله 3/10. اكرم توفيق اخذ الكرة. اكرم درجن فقد الكرة. اكرم درجن ويقف يعمل لك ويقعد يعمل كده. فهديله 5/10. مروان عطية النهارده مش احسن ماتشاته، هديله 7. بس برضه مش ما كانش وحش، بس مش مروان اللي احنا عارفينه يعني، بس كان كويس يعني. امام عاشور هديله 6. تمام. حسين الشحات النهارده ماتش حلو شويه من حسين، هياخد 7. محمد مجدي قفشه 8، رجل المباراه بالنسبه لي بصراحه يعني. تمام. وسام ابو علي 6/10. تمام. طبعا التبديلات اللي نزلت، كريم الدبيس النهارده كان عاجبني قوي، هديله 7/10. كوكا ياخد 5. كوكا مش عاجبني خالص. تمام. عمرو السولية يعني ما لحقش، هو نزل في الدقيقه حوالي 76 كده ولا حاجه، فيعني ما لحقش، ممكن اديله 4. تمام. هو النهارده امام عاشور طبعا احتفال، احنا شفناه كلنا. كنا امبارح بيتروى حديث بين صفحات الزمالك وصفحات الاهلي مع بعض. الروح الرياضيه رجعت، احترمنا بعض، خلاص مفيش حد يشتم حد، مفيش تحفيل من حد. فما تزعلوش مني يا جمهور الاهلي. اذكى واحد بيعاملكوا او اذكى لاعب عامه في التاريخ هو امام عاشور. امام عاشور لعيب كويس جدا، ما اقدرش اقول ان امام عاشور مشي من الزمالك انا زعلان جدا على امام عاشور، لان امام عاشور لعيب كويس، لعيب كويس محدش يقدر يقول غير كده. بس امام عاشور بيعرف يتعامل مع جمهور الاهلي. من حيث ايه؟ امام عاشور من الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو بتاع ال6 قدام شباب بلوزداد، رمى تيشيرت الاهلي في الارض وراح عامل لجمهور الاهلي كده. تمام. اللي هو يعني تيشيرتوه في الارض وانا مش سامعكم ولا انتقادات دي فارقه.
في نفس الوقت امام عاشور بيستغل اللقطه بتاعت فرصه ان انا الاهلي، جمهور الاهلي مش طايق لعيبه الاهلي، مش طايق الاداره، مش طايق محمد رمضان، مش طايق كولر، مش طايق اي حد في جمهور الاهلي دلوقتي. يعني شايف الاهلي كله محتاج يتجدد، تمام؟ فهو بيستغل اللقطه ازاي؟ جمهور الاهلي النهارده لما انفخ بالونه لونها ابيض، تمام، والله اعلم بقى هو قصده بيفرقع زيزو، ولا الكلام طبعا اللي انا شفته يعني قبل ما اطلع الفيديو، ولا بيفرقع دونجا، ولا بيفرقع نادي الزمالك كله. هو قال لك ايه؟ انا هطلع دلوقتي لقطه هاخد عليها ترند جمهور الاهلي، هيروح واخد الصوره، تمام، منزلها على صفحات الاهلي، وجمهور الاهلي يقعد يقول الحراق جه، الحراق راح، فاهم؟ اللي دعكهم، اللي دهسهم، تمام يا اسطى. ايه عقل، ايه عقل والله. انت جمهور الاهلي بيصدقك وبيثق فيك، بس والله يعني جمهور الاهلي ده غلبان. امام عاشور لعيب كويس، انا ما قلتش لعيب وحش، بس امام عاشور بيدور على ايه؟ انا النهارده هطلع ترند، خلاص جمهور الاهلي هينسى المليون جنيه الغرامه، جمهور الاهلي هينسى ان انا عورت عمر كمال وزحلقته وطلع قال لك وهو داخل يستحمى هو اللي وقع. جمهور الاهلي هينسى ان التيشيرت اترمى في الارض واتعمل ليهم كده، ماشي؟ جمهور الاهلي هينسى برضو ان الشناوي لم اللعيبه كلها ومفيش لاعب فيهم فكر يروح يحييك في ماتش شباب بلوزداد. جمهور الاهلي غلبان، هينسى كل ده، هيفتكر اللقطه نفخ بالونه وداس بيها على الارض، فرقع الزمالك، فرقع زيزو، فرقع دونجا، وتفر اي حاجه فرقعها، مش قصتنا. امام عاشور امبارح كان طالع ترند، كانوا يعني بيقولوا ان حاجات عن منى فاروق وكلام وبتاع. من الواضح كده النهارده هو بينفخ البالونه ان هو فعلا الحوار ده كان صح، انه باين عليه ان هو مش قادر ينفخ البالونه. اشوفكم على خير، اتمنى يكون يعني كلامي عجبكم، تمام؟ انا مش قصدي اي حاجه على جمهور الاهلي، جمهور الاهلي انا على عيني هنا وعلى راسي هنا، تمام؟ ووصلت لكم الرساله بتاعتي، ووصلت الرساله لامام عاشور، لان امام عاشور يا جماعه والله بيعرف يضحك على اي حد، تمام؟ امام عاشور يعني عمل حاجات كتيره قوي، تمام؟ بس الفكره ان هو دلوقتي بيعمل نفس مسيره يا جماعه كهربا، ونفس مسيره مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب، تمام؟ الحاجات دي انا نفسي افهم اللعيبه اللي بتلعب من الاهلي للزمالك والزمالك للاهلي، ما تكدش جمهور الفريق اللي قدامك. جمهور الاهلي جمهور كبير، وجمهور الزمالك جمهور كبير، مفيش شك عن الاثنين دول خالص. الفكره ان انت لما تعمل كده دلوقتي، طب ما انت اللاعب الماتش الجاي يا امام انت هتتشتم، هيضطر جمهور الاهلي هيروح شاتم، هترجع تاني. طب ليه يا امام من الاول احتفل؟ انا ما بقولكش ما تحتفلش، بس احتفل بحاجه جوه الصندوق. ليه بتطلع بره الصندوق؟ ليه دايما يعني احتفالاتك فيها قله ادب ويعني وساخه وقرف؟ ليه؟ ما انت كده بتخلي ان جمهور الاهلي، تمام، الماتش الجاي الزمالك هيروح شاتمك يا امام، جمهور الاهلي مش هيرضى ان امام يتشتم، فريق لعيب في فريقه هيروح طالع شاتم، وكذلك. وهيفضل بقى الحوار داير يا امام على ان ده هيشتم ده وده هيشتم ده، وفي الاخر مفيش حد كسبان حاجه. والله العظيم احنا شكلنا قدام العالم زي الزفت. احنا يا جماعه بره عمرنا ما شفنا مثلا الديربي بين اي ريال مدريد وبرشلونه، عمرنا ما شفنا ان برشلونه جمهور برشلونه بيشتم الريال او العكس. في تنافس وانت غريمي وهتفضل طول عمرك غريمي، بس الفكره في فكره ان انت ليه اشتم وليه اتعصب وليه احتفل احتفال زي ده؟ يعني الله اعلم بقى. انت بقى تقصد زيزو، تقصد دونجا، تقصد الزمالك، بترد على منى فاروق، في حاجه بينكم دي مش بتاعتنا احنا، يعني دي مش بتاعتنا احنا. انت بقى بترد على الزمالك، بتتكلم على زيزو، على دونجا، على اي حد عامه، منى فاروق، ايه. يا ريت الاحتفال ده يعني ما يبقاش يتكرر، لان انت يا امام انت لعيب كويس، ما حدش قال ان انت لعيب وحش، انت لعيب حلو جدا، بس الفكره ان انت بتحاول تاخد اللقطه، هتفضل كده هتاخد اللقطه. المهم اهدى يا امام وانضج واعقل، انت لعيب كويس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.